اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من المتقين الفائزين. إخوة الإسلام، إن من أوثق الروابط بينك وبين الآخرين ليس لأنه من بلدك أو من قبيلتك أو من قوميتك أو نسبك أو جيرتك إلى غير ذلك، وهنا هذه أسباب لها احترامها أيضا، ولكن تأتي ثانيا ثالثا رابعا. أما أوثق عروة تتصل بها مع إخوانك وأهمها وأعظمها هو ما جاء في هذه الآية الكريمة وغيرها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاية ولاية الإيمان. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هؤلاء الذين سيرحمهم الله الذين ولايتهم على الإيمان ثم قاموا بحقوق الإيمان، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة إلى آخر الآية الكريمة. إنها ولاية الإيمان والإسلام أوثق العرى. والولاية هنا بمعنى المحبة والمناصرة والتعاون على البر والتقوى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لاحظ: والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وكلما كان هذا الأخ الذي تواليه كلما كان أتقى لله وأطوع لله كلما كانت الولاية معه أعظم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وإن من الأخطاء الخطيرة التي قد يتلبس بها أناس أن تبغض أخاك المؤمن المسلم الذي يصلي معك ويصوم معك ويحج معك ويؤمن بالإيمان كله ويقوم بالإسلام كله. تبغضه لماذا؟ لأسباب دنيوية أو اختلافات فقهية أو فكرية أو مسائل من الفروع اختلف فيها العلماء من قبل من مئات السنين ووسعهم هذا الاختلاف، اختلاف في الفروع، فيختلف معك أخاك في فرع من الفروع أو في فقهية من المسائل الفقهيات، فتعاديه على هذه المسألة تجعلها ولاء وبراء. هذا والله إنه لخطأ كبير وإثم عظيم أن تبغض أخاك المسلم على مسائل لا يستدعي، بل ينبغي أن تتسع الصدور للاختلافات الفقهية السائغة. فلنتقي الله في إخواننا المسلمين في محبتهم وموالاتهم ونصرتهم ومعاونتهم ودفع الشر عنهم. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في
والمتزاورين في والمتباذلين في. ولاحظ هنا في تدل على الولاء، أنهم من أجل الله تزاوروا، من أجل الله تحاببوا، من أجل الله تباذلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه